عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوا قناتي يا ريت تعملي اشتراك وتعملي لايك للفيديو ده لو عجبك، وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. هكلمكم النهارده عن يعني شويه الوان كده بتليق مع بعض. طبعا مش يعني مش هكون احسن واحده بتكلم في الموضوع ده قوي، بس بقالي كتير شغاله في المجال ده، سواء الخمارات او كده، وقبلها لما كنت شغاله في الاساور برضو، فكنا محتاجين ان احنا ننسق الالوان ونطلع ميكس كده حلو. ونشوف ايه اللي بيليق مع ايه فيعني موضوع الالوان كان بقالي فتره فيه ده، غير ان اصلا كنت برضو بحب ارسم وبرسم كتير مانديلا وكده، فموضوع الالوان بحبه اصلا. فيعني في شويه حاجات كده هقول لكم عليها، عشان في بنات كتير بتبقى محتاره، وفي بنات كتير بتبعت لي مثلا لو هتاخد حاجه بتقول لي مثلا تبعت لي صوره الدريس او العبايه او كده، تقولي طب انا يليق عليه ايه، طب كذا، فبرشح لها كذا لون. وفي بنات بتقول لي اختاري لي حاجه على ذوقك، فيعني نوعا ما ساعات ذوقي بيبقى كويس. هكلمكم بقى عن كام حاجه كده، واقول لكم مثلا لو انت محتاره خالص تقومي لابسه ايه عليه. طبعا هو الاسود احنا عارفين اللي بيليق معاه اي حاجه، تمام، متفقين على كده. بس ما ينفعش مثلا تلبسي اسود وتلبسي عليه لون غامق غير الاسود. يعني انت عايزه تلبسي غامق، خلاص البسي اسود في اسود، تمام. لكن هتلبسي مثلا كحلي الغامق قوي ده، بصوا مش حلو خالص على بعضه، وبيبقى كاتم قوي ومش باين، يعني هو باين ان في درجه مختلفه واللي يشوف مش عارف يفرق يعني ايه الموضوع. ممكن تلبسي عليه بني، يعني هيبقى باين ان اسود وبني. ممكن تلبسي عليه نبيتي غامق، في درجه نبيتي اغمق من دي. ممكن تلبسي عليه موف الغامق. ممكن الجنزاري ده، هما الدرجات اغمق شويه لكن عشان الفلاش مفتح. الجنزاري، ممكن الرمادي، فاهماني؟ يعني ممكن تلبسي الوان غامقه، بس مش لازم يكون كحلي مثلا، او البني الغامق قوي قوي ده، يعني بلاش الغوامق جدا دي. لكن لو انت اصلا بتلبسي غوامق ومش حابه ان انت تلوني، فتمام يعني. لكن انا قصدي على البنات اللي كده كده بتلبس الوان. برضو لو هتلبسي مثلا الخمارات اللي هي المنقوشه او الطرح المنقوشه عموما، حاولي برضو يبقى اللون طبعا يكون لون هادي معاها، لون كده سيمبل، لان هي بتبقى فيه كمان نقشات بتبقى اقوى من كده، تخلي معاها لون هادي. يعني مثلا ده بصوا الاسود في المسترد اصلا بيبقى حلو جدا. فدي فيها ابيض وفيها اسود وكده، بس هو يليق مع الاسود اكتر لان ده فاتح قوي. فلو لبستي ابيض هتقولي لي ما هي فيها ابيض، بس هو الابيض فاتح مع ده فاتح، فمش هيبقى لطيف قوي، لكن كده تحسي ان هما منطقين بعض يعني. ده بالنسبه للاسود، وطبعا هيليق مع اي حاجه تانية عادي. بس كمان انا بحبه قوي مع الكافيه الدرجه دي، معرفش، بحس ان هو حلو جدا معاه. وبرده مع الكشمير ومع النبيتي كمان بيبقى تحفه مع النبيتي. النبيتي مثلا، النبيتي قلنا بيبقى حلو مع الاسود. ممكن النبيتي مع الجينز، لو هتلبسي عبايه جينز يبقى حلو قوي. ممكن طبعا مع الاوف وايت، هيبقى جميل مع الاوف وايت. كمان بقى بيبقى حلو قوي مع الكحلي. بس الكحلي دي درجه غامقه قوي فمش واضحه جدا، بس هو بيبقى حلو جدا مع الكحلي، يعني انا مجرباه كذا مره. فالنبيتي بيبقى حلو مع الدرجات دي. الاوف وايت هو طبعا درجه فاتحه جدا، فبرضه عايزه حاجه ايه يعني، مش فاتحه قوي او فاقعه كده زيها. يليق مع المستردة ده قوي. المستردة دي الدرجه الغامقه، بصوا الدرجه الفاتحه اهي، يليق جدا مع المستردة. شايفين منطقين بعض ازاي؟ حلوين بجد. والمستردة برضو مع الاسود بصوا حلو قوي قوي قوي. فمثلا الاوف وايت هيبقى لايق مع المستردة قوي، هيليق كمان مع الجنزاري ده. هو برضو الاوف وايت يعتبر مع كله حلو، مع يعني لايق، بس في فرق من لايق وفي فرق ان هو يبقى حلو او يبقى توب كده يعني. مع الجنزاري تحفه جدا، مع الموف ده جميل. مع الكافيه الغامق، مع الموف ده برضو لطيف. دول اللي حاسه. لكن مثلا مع اوف وايت، مع قصدي بيبي بلو، فاتحين قوي مع بعض، مش عارفه، مش حاساه قوي مع الكشمير الغامق. فهو حلو قوي مع الحاجات دي، ده وده وده، وبرضو ايه الكافيه ده، وبرضو ما هيبقى حلو مع البني. وفي درجات بقى تانية افتح، يعني مثلا مع مثلا الاوف وايت مع الكشمير الفاتح ده هيبقى حلو قوي، مع انه يعتبر لون مش فاتح، بس مش فاتح قوي وهادي كده في نفسه لطيف يعني، هيبقى حلو قوي. كمان هيبقى حلو مع الزيتي، هيبقى شكله تحفه.
كنت بقول ايه، مش عارفه الفيديو فصل في النص. المهم قلنا الدرجات اللي تليق مع الاوف وايت كمان مثلا، وقلنا برضو المستردة هيليق مع الاوف وايت ويليق مع البني قوي، يليق مع الاسود جدا. اللون الجنزاري ده هيليق معاه برضو الاوف وايت، وهيليق معاه اسود، هيليق معاه ايه يا ربي، بيليق معاه الكشمير، بيبقى حلو معاه. كمان الاحلى لو بترولي مع الكشمير بيبقى حلو جدا. يليق معاه اللون ده اللي هو اسمه منت، لايقين مع بعض قوي. آه اللون المنت ده برضو يعني حاسه ان هو لطيف مع الكشمير الغامق، لطيف شويه برضو مع الموف الغامق ده، طبعا غير من ان هو مع الاوف وايت حلو ومع الاسود حلو. البيبي بلو ممكن مثلا نقول هو طبعا مع درجات الازرق والكحليات هيبقى لطيف، مع الابيض هيبقى حلو. ايه تاني، ممكن مع الكحلي مع الابيض مع الموف ده قصدي الغامق ده برضو لاقيين مع بعض وحلوين قوي. في الوان تانية البطيخي ده مثلا، ثواني، البطيخي ده مثلا قصدي ده، ما قلتلكوش عليه، حلو برضه مع الاوف وايت، وحلو مع الموف، وحلو جدا مع الاسود. هو كده كده عموما طبعا درجات اللون بتبقى حلوه مع بعض في الغالب، بس في الوان ما بيبقاش حلو ان انت تلبسي درجات الوانها. يعني مثلا الرصاصي ما بيبقاش حلو ان انت لابسه رصاصي غامق في رصاصي فاتح، لا مش حلو خالص. ممكن درجات البنيات، ممكن درجات الموفات، بس الموف بيبقى حلو قوي مع الكشمير. بس الكشمير الفاتح، بصوا ده الكشمير الفاتح بيبقى جميل قوي مع الموف، انا بحبه جدا. والرصاصي مع الكشمير طبعا، وكمان لو في ازرق او بترولي، والرصاصي مع الموف بيبقوا حلوين جدا. بس الرصاصي الفاتح، لان بصوا في رمادي هنا غامق، الفاتح بيبقى حلو قوي مع الموف ومع الكشمير الفاتح. تمام. قلت لكم الكافيه بيكون حلو مع الاوف وايت قوي ومع الاسود، انا بحبه مع الاسود جدا والبني. ايه همور، طب اصبر بس اخرب بعد ما اخلص. الموف طبعا درجاته هيبقى حلوين مع بعض، يعني من الالوان اللي حلو ان انت تلبسي درجاتهم مع بعض. الكشمير سواء الغامق او الفاتح يليق قوي مع الكحلي. يعني بصوا الكشمير بيليق قوي مع الكحلي والازرقات، هو الكحلي ده غامق جدا يعني، بس لو كحلي افتح كمان شويه يبقى احلى. الكحلي وبيليق مع الازرقات درجاتها البترولي والحاجات دي بيبقى حلو قوي معاها. وحلو برضو مع الجنزاري. البني طبعا حلو مع الاوف وايت وحلو مع الكافيه، حلو مع المسترد قوي. فين المستردة، راح فين اهو، حلو قوي مع المستردة، يعني بالنسبه لي حلو مع المستردة. المستردة كمان في لون حلو قوي معاه، مش عارفه قلته ولا لا، الزيتي عجبني قوي مع المستردة. فيعني لو عندك يعني اي حاجات شبه كده هتعرفي تطقميها. يعني انا حاولت اقولك كذا اختيار. الرمادي الغامق ده هينفع مع اسود، وهينفع مع ابيض، وهينفع مع اوف وايت، هينفع مع ايه، اوف وايت. وفي درجة رصاصي فاتحة جدا جدا، درجة رصاصي كده اللي هي تحسيها عاملة زي الفضي شوية، تنفع. فهينفع مع ابيض واسود ورصاصي اعتقد، بس يعني او لو هتلبسيه بقى لون على بعضه. الجنس بقى، الجنس طبعا بيبقى فيه درجات، في جنس غامق وفي جنس فاتح. بصوا الجنس ده مثلا هو غامق المفروض شويه في الحقيقه، وفي الجنس الفاتح ده وهو بيبقى فيه درجه كمان اغمق من دي. انا بحب قوي مع الجنس الكحلي، يعني معرفش بحسه قوي مع بعض. يعني لو انا اصلا يعني مثلا عندي طقم كحلي ما بلبسهوش غير على الجنس. طبعا هيليق معاه الوان كتير، او كل الالوان برضو زيه زي الاسود، بس في الوان بتبقى احلى معايا. مثلا النبيتي بيبقى حلو قوي مع الجنسات، بس هو ظاهر في البتاع النبي مش عارفه ليه، بيبقى حلو قوي مع الجنس.
الكشمير بقى، بالذات الكشمير الجنس بقى الغامق والفاتح بيليق معاه النبيتي والكحلي. بحب يعني الكحلي كمان احلى مع الفاتح، والنبيتي بيبقى حلو قوي مع الجنس والموف، وكمان الكشمير الفاتح حلو جدا مع الجنس الغامق، بيبقى جميل بصراحه مع بعض. طبعا الجنس كمان بيليق عليه الابيض والاوف وايت، بيبقوا حلوين جدا معاه. وينفع تلبسي عليه منقوش بقى، اي لون هيبقى حلو قوي. بس طبعا لو العبايه او الدريس انت لابساه يعني هادي كده وبسيط، لان يعني المنقوش ما بيبقاش حابب البهرجه قوي. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا اي حاجه يعني، ويا رب يكون ذوقي عجبكم، او حاولت اقول لكم كم الوان لايقه على بعض، او الوان عندكم كنتوا محتارين فيها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.